السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في قناة M&M. تابعوا معايا أجمل فيديوهات عن الموضة. هدفي هو تقديم المساعدة لكل محجبة لاختيار الستايل الخاص بها لتتميز به عن غيرها. الجيبة والدرس من القطع الأساسية في دولاب كل محجبة، من القطع المهمة سواء كنا في الصيف أو في الشتاء. للسبب ده حبيت أقدملك في الفيديو ده مجموعة مختارة بعناية من تنسيقات الجيبات الشتوية وأفكار كتير ممكن تستفيدي منها، باقتباس أفكار تساعدك في تكوين لوك مميز يليق بيكي وبشخصيتك، تكوني أنيقة وجذابة جدا. الأجسام أشكال، ولكل شكل جيبة مناسبة ليه ودرس مناسب ليه. زي مثلا الجسم المستطيل، أحب أقولك إنك تركزي في اختيارك على الجيبات والفساتين اللي بطيات وطبقات متعددة من أسفل. الشكل ده بيوحي بامتلاء المنطقة السفلية. كمان الجسم المثلث المقلوب أو التفاحة بيناسبوا جدا نفس النمط من اللبس ده. أما عن الجسم الساعة الرملية فأنت إنسانة محظوظة، لأن تقريبا كل الستايلات بتتماشى مع شكل جسمك. نيجي بقى للجسم الكمثري، فحاولي إنك تزودي من التفاصيل في منطقة الأكمام بحيث يكون فيها كشكشات أو تكون أكمام منفوخة، عشان تعملي توازن بين الجزئين العلوي والسفلي من جسمك. استخدمي دايرة الألوان في تنسيق اللوك بتاعك، أو ارجعي الفيديو تنسيق الألوان، هسيبلك الرابط بتاعه أسفل الفيديو وفي علامة الآي أعلى الفيديو. هيساعدك في تكوين لوك منسق زي كبار المصممين والمحترفين. هقولك كمان على شوية نصايح لاختيار الألوان بشكل مثالي. بالنسبة للحجاب عندنا ألوان محايدة، وهي الأبيض والأسود والبيج، ونضيف عليهم كمان الرمادي. الأربع ألوان دول ممكن تنسقيهم مع كل ملابسك، واللوك هيكون مرتب ومتناسق. ممكن تختار الحجاب بلون أفتح أو أغمق من درجة ألوان ملابسك، أو نفس لون الجيبة أو البلوزة أو الشنطة. بالنسبة للحجاب المزخرف أو المشجر برسومات فبيكون مناسب جدا مع الملابس السادة. أما بالنسبة للملابس المزخرفة أو المشجرة، يفضل اختيار الحجاب بألوان سادة بدرجة لون واحدة بس من ألوان الزخرفة اللي موجودة على الملابس، أو زي ما اتفقنا نختار لون من الألوان الأربعة المحايدة. أخد بالي من إيه؟ لازم تاخدي بالك من عدم التطابق المفرط في الألوان. يعني لو لابسة لوك مثلا باللون الأزرق، الجيبة لونها أزرق والبلوزة لونها أزرق، فبعدي عن إنك تلبسي الحجاب بنفس اللون، وحاولي تلبسي لون مضاد أو لون مشجر. وبعدي كمان عن البهرجة المفرطة. خلي اللوك بتاعك بسيط ومريح للعين ومناسب ليكي ولشخصيتك ولون بشرتك. افتكري دايما ان البساطة هي سر الأناقة. لو بشرتك فاتحة، اختاري من الألوان الدافئة اللي بيناسب شخصيتك زي الأحمر والأصفر والبني. أما لو كانت بشرتك حنطية فاختار اللي يبرز لونها زي الأزرق والأخضر. أما لو كانت سمرة فاختاري ألوان زي لون الخوخ والمرجان والمشمشي. تنسيق الألوان فن وأساسي جدا لتكوين لوك مثالي وأنيق. أي اختيار خاطئ منك بيخلي باقي الألوان أو باقي ألوان القطع التانية من ملابسك تفقد أناقتها وبرقها. وأخيرا، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، ولو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.